وبيجي لك كل قد ايه يا مدام ايمان؟ والله اخر زياره دي جايه على 2 2. طيب ايه اللي بيمنعه انه يجي؟ هو للاسف لان كانت ظروفنا الماديه وحشه جدا. فعشان كده ما كانش قادر ياخد اجازه وينزل. مم. طب ما لقاش اي شغل في مصر؟ لا ما لقاش للاسف، بهدل كتير واشتغل شغلانات كتير بس ما لقاش حل تاني غير السفر. طيب احكي لي، اتفضلي، انا تحت امرك. انا مشكلتي كبيره قوي، المشكله ان انا جوزي سابني وسافر اول مره يسافر. انا اسفه معلش. اتفضلي. اول سفريه سابني ومشي. صمم ان انا اقعد مع اهله بس انا كنت رافضه واهلي كانوا رافضين ان انا اقعد، بس هو صمم. ولان ظروفنا كانت الماديه وحشه جدا فانا قلت خلاص سافر ما فيش مشاكل. وبعدين سافر. في البيت كلنا كنا قاعدين في بيت واحد، مامته وباباه واخواته. للاسف كان 2 ولاد وكبار شبان، وكنت انا لوحدي وكان معايا ابني طفل. بس يعني بمعنى صح حط النار جنب البنزين. بدأت مشاكل. بدأ تصرفاتهم ما تعجبنيش. احساس ناحيتهم بعدم الحب. مش احساس وحش بجد يعني. للأسف واحد من اخواته هو الوحيد اللي بدأ يحتويني كلام، معلش مش عارفة ايه. بدأ حب، بدأ كلام، بدأ لو كلام استلطاف. هو مسافر وسايبني وانا لوحدي وهم معاملتهم وحشة. انتوا قاعدين في نفس البيت سوا؟ للأسف نفس البيت يعني في نفس الشقة؟ شقة فوق شقة. للأسف وانتي قاعدة في شقة لوحدك فوق؟ واخوه ده اللي كان بيودك وبيقعد يقرب منك وكده؟ للأسف ده يقرب مني واسمع لكلامه لحد ما حصلت علاقة بيننا للأسف. والمصيبة الأكبر إنه صورني وأنا معاه. ده المصيبة الأكبر. كابوس ونفسي أفوق وأخلص منه. انت عرفتي منين إن هو صورك وأنت معاه؟ للأسف بعد كده بدأ يهددني يقول لي لو ما يعني انت كنت شايفاه وهو بيصورك؟ لو ما نزلت لا ما كنتش أعرف. هو بعد كده بدأ يقول لي لو ما نزلتيش مش عارفة ايه وكده. بدأ يهدد فيا بس انا ما كنتش اعرف. وبالتالي طبعا بتضطري توافقي وتنزلي تاني علشان ما يعملكيش مشكلة. المهم ان انا بيني وبين نفسي اخدت قرار انه خلاص قطعته فترة لان جوزي اصلا كان هنا. قطعته فترة. المصيبة ان بعد جوزي ما مش رجع تاني نفس الحكاية ويهدد فيا. وعايزة اخلص منه. عمالة اقول له خلاص كفاية 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 عشان ولادك علشان ولادي خلاص ما عادش ينفع. بس ما فيش فايدة. مش احترت معاه وما مش عارفة اعمل ايه. مش عارفة.